اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعوضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايه لكم بفيديو جديد ويوم جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. الروتين النهارده ان شاء الله في شقتي. اتمنى كده ان الفيديوهات تكون خفيفه وبتعجبكم. كان عندي شويه مواعين كده قلت هغسلهم طبعا بعد ما نزلت وخلصت اللي في بيتي تحت. وحطيت لي طيور وكل حاجتي خلصتها ونضفت بيتي تحت. وبعد كده طلعت على طول، ما كانش ورايا يعني غدا. كان بصراحه عندي اكل، يعني بواجه اكل من امبارح. كان عندي يعني مخروطه وكان عندي كباب وحاجات من دي كلها. فانا قلت هنضف شقتي النهارده. هتشوفوا معايا كل حاجه ان شاء الله في الفيديو. هنبدأ بقى تنظيفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. طبعا التنظيف هيبقى خفيف علينا لان احنا لسه عاملين يعني تنظيف للعيد وكده. وطبعا انا مش في شقتي، يعني انا يعتبر بطلع على النوم. فتنظيفي خفيف. انا النهارده يا دوبك خلعت الشفاط كده وغسلته غسله حلوه. الشفاط بحاله من الناطور وكله. خليت جوزي يعني خلعهولي وهغسله حلو. بعد كده نشفه ويركب تاني. كل يوم كده هعمل لي حاجه عشان برضو ما تعبش وكده. وطبعا انا شغل كله تحت فما عنديش وقت ان انا اطلع وانضف في شقتي. فانا عندي يعني كل حاجه كل يوم هعمل حاجه. زي ما شفتوا كده مسكت، كان عندي شويه مواعين ما كانوش ياما ولا حاجه، شويه صغيرين مسكتهم كده غسلتهم وكفتهم على طول في مكانهم. وبعد كده همسك البوتاجاز همسكه اغسله غسله نظيفه. والرخام برضو هغسله وهمسك هكنس الشقه بحالها. انا مش هلم الجيسه ولا حاجات من دي لان انا كده كده هنشيلوها في العيد. وبصراحه انا كنت منظفه وشايله وعامله، بس ما كنتش مصوره يعني. ومش عشان انا بشتغل تحت وكده ويومي كله تحت فانا مهموله في شقتي، لا الحمد لله. يعني الحمد لله يعني بقدر ان انا اشوف شقتي واشوف اولادي واشوف كل ده. وطبعا يعني تحت شغله خفيف مهما كان عن الشقة. طبعا تحت يعني لا هتغسلي بوتاجاز ولا هتغسلي مثلا رخام تحت، يعني زي ما شفتوا حاجة بسيطة كده وعادية خالص. فما بيتعبنيش يعني التنظيف ولا كده. بعمل الغدا وبنضف حواليا وخلاص البيت. ومكات البرندة زي ما شفتوها بكنسها والسلم بسيغه. وده يومي وده حياتي بسيطة خالص. زي اي واحدة وممكن اقل من اي حد كمان. بحب اشارك معاكم كده يومي، بحب اتكلم معاكم. يا رب الفيديوهات كده تكون بتعجبكم وتكونوا بتشجعوا مني لو حاجات بسيطة كده بتشجعكم. مسكت بقى الرخامة غسلتها على طول زي ما شفتوا بالمية والصابون كده، وحطيت ندعة من الخل عشان برضو يعقم لي معايا الرخام. وامسك بقى ادعك الرخام كله وامسكه برضو امسحه مره واتنين لحد ما ينضف معايا. طبعا الخل بيمنع اي حشره وكده تجف على الرخام بتاعه. وطبعا الرخام هنا ما ينفعش انك تحط الخل على الرخام كده على طول. انا تحت حطيته لان تحت مش على الرخام. انا حاطه كده مشمع على الرخام ولزجاه. فانا حطيت الخل كبيت خل على طول. انما هنا ما ينفعش، لازم تحط الخل على ميه وصابون عشان خاطر ما يبوظش معاك الرخام ويبوظ معاك على طول. خلاص بقى هنا همسك الرخامه دي برضو امسكها انضفها. والبوتاجاز زي ما انتوا شفتوا هو نضيف وكل حاجه. طبعا يا دوبك جالي بطاطسايه شويه شاي كده بعملهم عليه. ما بعملش اكتر من فالحاجة يعني بتكون خفيفة عليا في التنظيف. وطبعا طول ما انا بشتغل تحت فانا مرتاحة من شقتي. ما بتتبهدلش ولا كده. وبعمل فيها اول باول، يعني مثلا تحت الركنة والحاجات دي كلها. كل فترة كده مثلا عندي اكل بايت وكده واكل هيكفي فبقوم ماسكة حاجة اعمل. يعني انا النهارده مسكت البوتاجاز كده لمحته تلميعه حلوه يعني وغسلته حلو. ومسكت الرخام برضو غسلته حلو. والبرندات بحالها عندي 4 برندات.
مسكتهم كبيت عليهم، كبيت فيهم ميه وصابون، ومسكت الحاجة كده ونضفتهم يعني جدران وكله على بعضه. وكده خلصت من البرندات، وبرضه هيتعملوا تاني يعني يومين اتنين بس او تلاتة، وهتلاقوهم مليانين تراب وكده. كب فيهم شوية مية كده وخلاص وينضفوا ويبقوا معاك فل. هنا خلاص خلصت المطبخ وكنسته، ومسكت برضو البرندة بتاعة المطبخ دي، مسكتها برضو لمحتها كده زي ما انتوا شفتوا، وغسلتها ونشفتها وسبتها، وغسلت برضو الباب دي لمحته حلو، والفوطة دي برضو اهي كنت غسلاها وقلت اما انشرها، دي فوطة المطبخ قلت هنشرها كده. وهنا برضو البرندة ديت مسكتها برضو غسلتها ونضفتها. عايزه اقول لكم كل الحاجات دي ما خدتش معايا ساعتين، اهو زي ما شفتوا مسكت تسييغ كبيت شويه ميه حلوين كده وفيهم شويه صابون وشويه معط، ومسكت بقى البرندات بحالها سيحتها. وهنا برضو الشفاط كنت حطيت كده شويه ميه وحطيت عليه شويه كرور عشان خاطر ينضف معايا على طول، زي ما شفتوا كده لمحته الحمد لله، يعني اكنك شارياه لسه جديد. هطلع بقى احطه كده على الصدفه فوق ينشف براحته خالص، والشمس كانت حاميه النهارده وحلوه، مسكته كده نشفته، وبعد كده هركبه على طول. وهنا برضو طبعا الاوضه كنت منضفه الاوض بعد ما قمنا من النوم على طول. وهنا البرندة دي برضو بوريها لكم اللي انا لمحتها زي ما شفتوا معايا. والفرشه والجرف دي برضو كنت غسلاهم، قلت هنشرهم هسيبهم كده يعني مكانهم ينشفوا براحتهم. ايه رايكم بقى في الفيديو الخفيف السهل ده؟ اعملي حاجه هتوفر عليكي في الوقت، ودايما يكون بيتك كده هادي ونظيف. طبعا الاولاد يعني ربنا يخليهم ويبهدلوا الدنيا، فانت حاول على قد ما تقدر اول باول. وطبعا لو انت في شقتك بس يعني مش ملزوم منك لحماتك ولا حاجه، فهيكون عليك التنظيف سهل وخفيف عليك. هنا خلاص بقى نظفت الشقه، طبعا الاوضه دي محدش بيخشها فهي على طول نظيفه. والمطبخ بقى ضلمته وكل الحاجات دي بقى ونشرت دوبك البتاع على المنشأ، الشفاط حطيته على الصدفة كده، ونزلت بقى على طول اتغدينا. وده كان فيديو النهاردة سهل خالص وسريع وخفيف كده، حبيت يعني اعمل لكم الروتين النهاردة في شقتي عشان يعني ما تملوش وكده. ما تنسونيش بقى بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. طبعا خلصنا يوم بقى ما كانش ورايا حاجه واتغدينا والحمد لله. وهنا بقى كنا بعد العصر، كان عندي حاجات وكده من بتاعه العيد، مسكت كده شويه سوداني حمصتهم كده في الفرن على طول، وشويه ترمس كنت نقعهم في ميه من بالليل علقت عليهم وسبتهم لحد العصر كده في التلاجة لما شربوا من الخل بقى والشطه والليمون والملح وكل ده. هطلع كده بقى شوية البنات وهما بيذاكروا كده يتسلوا. وطبعا زي ما قال الشغل البدرية من سي، وطبعا اليوم طول جامد فانت بتقدري تعملي كل حاجتك. وانا الحمد لله يعني قبل ما بكون نازلة تحت بكون مخلصة شقتنا على قد ما بقدر، يعني الفرشة بطبقها. وطبعا اوضه الركنة محدش بيخش فيها خالص، كل فين وفين بمسكها كنسة ونفضتها وخلاص برضه عشان التراب وكده. واوض النوم يا دوبك على النوم على طول، وشقتنا يعني اعتبر على النوم على طول. وده طبعا مريحني انا، لان الاول كنت بشتغل فوق وكنت بشتغل تحت كنت بتبهدل. يعني أنا الاول كنت بطبخ فوق وكنت باخد الاكل وبنزل بيه تحت. طبعا بعد الاكل لازم بتغسلي بعد الاكل اللي انت بتعمليه لازم بتغسلي بوتاجاز، بتغسلي مواعين. فكنت بعمل فوق وكنت بعمل تحت، فكنت يعني متبهدله. فانا الحمد لله كده مرتاحه. وقبل ما بنزل تحت بقوم بدري، قبل ما بنزل بكون مخلصه اللي ورايا في شقتي. عندي دوره غسيل او كده بحطها في الغساله، وما باجي مثلا الظهر بقوم نشرها. هنا بقى احط لهم بقى واقدم لهم كده ياكلوا كده ويدلعوا نفسهم شويه ويقوموا تاني على المذاكره. وخلص فيديو النهارده، يا رب الفيديو كده يكون يعجبكم وتكونوا شجعتوا لو حاجات بسيطه مني. يلا بقى حطوا له اللايك، ما تبخليش عليا باللايك. استودعكم الله.